ركزوا معي بالله، اللي عنده بايل يخليه، والقاعد يدوس في الموبايل بتاعه يلعب به كده خليه لو سمحت، بس خليك معي، ركز معي شوية بس لو سمحت. يعني يقول ابن القيم رحمه الله: للشيطان حبائل وللشيطان عقبات 6 يوقع بها ويضعها أمام ابن آدم. وأول العقبات الشرك بالله. أول عقبة يريد الشيطان أن يضلك بها هي عقبة الشرك، وذلك أحب إلى الشيطان بما يعلم من أن الله لا يرضاه وأن الله لا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يوم القيامة من مات عاصيا على توحيد كان تحت المشيئة الإلهية يوم القيامة، إما أن يغفر له وأن يعفو عنه ويدخله الجنة مباشرة، وإما أن يدخله النار ولكنه لا يخلد فيها بسبب التوحيد، فدخلها بالمعاصي وخرج منها بالتوحيد. أما من مات يشرك بالله فإن الله لا يدخله الجنة ابتداء، لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الكلام منتهي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك، والشرك موجود ومن أعظم صور الشرك، وهذا أعظم باب للشرك، تقديس البشر. تقديس البشر، وسوف نتحدث عنه في حلقات قادمات في باب أوسع، هو باب التعلق بغير الله. التعلق بغير الله كثير، ممكن يكون مال، ممكن يكون ولدك، ممكن يكون زوجتك، ممكن تكون شهوة، لكن الشرك بالله سببه الأول تقديس البشر، وليس سائر البشر، البشر من الصالحين. يعني عبد قوم عيسى عليه السلام فكفرهم الله. عيسى عليه السلام نبي، خلي نشوف الليزو الثاني كويس. فالتقديس الشديد، وهكذا يقول تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.